الدنيا مش دنيا عافية ولا عايز ومال. الله عليك يا شو، الطلة اللي مش على البال ولا على الخاطر دي. اتفضلي اشبكي ايدي في ايدك كده، وشبكة العشرة الكرام دول ومليكة عليا حلفان. أنا ما صدقتش نفسي لما شفتك بره في الصالة، مندهش من ساعتها. الملط بيضون ينيلك يا واد. ايه النظافه والشياكه اللي انت بقيت فيها دي؟ سيبك انت، ما هي الدنيا ما بتسيبش الواحد على حاله، مش كده؟ مش لو كنت سمعتي كلامي كان زمانك دلوقتي نجمة المحل الأولى وشايلة المحل ده كله على وسطك. عايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان خلي في عينك حصوة ملح وارجع يا زمان. الله عليك يا سلطانة. سلطانة ينيلك، انت لسه فاكر؟ احنا لسه على قديمه، حد ينسى سلطانة الطرب وسهيرة قلوب العذارى؟ الايام دول يا ملط، امبارح شوق والنهارده رمان. رمانة؟ هي مسمعة للدرجة؟ فشر ولا حد بيسمع عنها حاجة غيرش أنا بس اللي في بيني وبينها طار، وعايزاك تجيبهوني من لين عينها. أمورين أمورين يا سلطان، بس أنا مش فاهم تقصدي إيه؟ بتحوم على واحد يخصني، عايزة أزحها من سكته، شوف لي طريقة. والشخص ده موجود هنا؟ اسمع منه حاجة بقى عشان احنا اول ما نسمع اوعى يكون فندينا. عسل بشمعه في بطرمان موصوفة للق وللقار، الشوكولاتة محشية من كم كهربانة من غير سلك، بلبل مفيش ولا ايد طايلة وتبرد اخياط لو سخنت ابرم برم دين كالفتاة. السمنة البلدي اليوستفندي، السمنة البلدي اليوستفندي، ولو لحنوبة شيروبك ولا اخوياك والملعوبة ادي كل في قلبي، ادي كل في عقلي، ادي كل في قلبي، ادي كل في عقلي. نعمة عسلية والمخلية جت بصيتها فيك او فيا. عاوزين نعمل فرح يليق بينا يا شفاعة. طبعا يا كبير، دي هتبقى ليلة العمر. عاوزك تعزم لي كل المعلمين كبار وصغار، ما تنساش أي حد فيهم. كل المعلمين يا كبير،
طب والمعلم هلله؟ معلم هلله ده بقى انت شخصيا لازم تروح له وتقول له المعلم نوح مستنيك وبيقول لك حقك وحق رجالتك في رقبته. اوامرك يا كبير. عاوز منك حاجه تانية يا شفاعة. رقبتي يا كبير. في عيل يمي الأبجية وانا اسمه فتحي فلنكات والتاني اسمه صلاح كفري، عارفهم دول؟ ايه اللي عارفهم؟ دول عيال موزعين قطاع على قد حالهم، مش حملك يا كبير. العيال دي انا مش عاوز حد يحس بيهم في السوق ولا حتى عايز حد يعرف اساميهم كانهم ما اتولدوش من اساسهم. وبلاش تشغل دماغك يا اخويا، انا افتح لك الفتحه التانيه. كل شويه تفكرني يا كبير، ده انا ما بصدق انسى. اعتبره حصل يا كبير. وعاوزك كمان تمشي ورا براءة زي ظله وتبلغني أول بأول باللي بيعمله واللي بيقابلهم. براءة تعبني قوي يا كبير. معلش خليك وراه زي ظله بس ما تضايقوش، انت عارفه سريع الطلقات. ها؟ انت هتقول لي اعتبره حصل يا كبير. يو مالك يا ست مطر؟ يا اختي عمالك تتلفتي يمين وشمال، هتخلي اللي مش واخدين بالهم يفتكروا ان احنا عاملين عامله ولا حاجه. يو برضه الحذر واجب، الواحده مننا لازم تاخد بالها وتحرص. ليه يا اختي كفالة الشر؟ واحنا يعني داخلين نعمل معصيه ولا حاجه؟ يا بنت مش قصه معصيه، انما الولايه اللي احنا طالعين لها دي ما نعرفهاش، لا عمرنا شفناها ولا كلمناها. اطمني، انا كلمتها وعملت فيها حبيبتها على الاخر. اطمني بقى. وبعدين تروح للراجل صاحب الفرن تقول له يديك الورق اللي قلت له عليه. ماشي، هجيب بجنيه عيش. بجنيه؟ وبعدين فين الرغيف اللي كنت سايبه على المكتب امبارح؟ خلوا تبذير بقى. ايه ده؟ اسمعي الكلام. دي هي مين يا متر؟ علي بس انت قلقانه من ايه؟ انت قلت لي البيت ده بتاع مين؟ مش هوصيكي يا حمدون، امشي احسن حد يستعوض. ما تخافيش يا حبيبتي. ايه ده؟ انت في حد جاي لك ولا ايه؟ تلاقي واحده من حبايبنا زيك كده قصداني، ما تقلقيش. العواف، اكيد انت الست حنتومه، صح ولا انا غلط؟ ايوه يا اختي، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيكي، دي الست مطر اللي حكيت لك عنها. يا اهلا وسهلا يا ست نطره. طب اسيبك انا بقى، سلام. مع السلامه، ابقي طمنينا عليكي. مع الف سلامه يا اختي. هي مين الست دي يا خاله؟ حنتوش منتوش طربوش منفوش. الله حي. وشفتهم بعينيك؟ ايوه يا قاسي الباشا، وفضلت وراهم لحد ما طلعوا. والبيت ده بتاع مين؟ البيت ده بتاع واحده مروشه كده رجاله. واخد بالك يا علي؟ واضح يا فندم ان مشوار حريمي يخص لعبه الدجل والشعوذه بتاع الستات دي. اهو احنا بقى وسط اعمال الدجل والشعوذه دي ممكن نعرف كل حاجه عن البيت ده تحديدا. اكيد طبعا يا فندم. بس يا فندم في حاجه حصلت. حاجه ايه؟ كان في واحده موجوده واول ما شافتهم وصلوا مشيت. والواحده دي انت تعرفها؟ ايوه يا باشا اعرفها عز المعرفه، من ايام ما كنت براقب افندينا. افندينا؟ ودي مين دي بقى؟ شو مرات ابو سنه. حلو قوي الكلام ده يا علي. ارجع يا ابني ورا شويه. الحجاب ده تخيطيه تفضلي في خدته. امسكي يا ست نطره. والسائل ده تستحمي بيه مرتين في اليوم، مرة الصبح أول ما تصحي والمرة التانية بالليل قبل ما تنامي. وايه الكيس ده كمان؟ دي رملة مبروكة تفركي بيها كعب رجلك. هي كده عامله زي الحجر يا ست مطر. حاجة زي كده يا أختي. يا اختي انا كعب رجلي زي الفل، مش محتاج يعني، ما تقولي لها يا سوريا. لا ست مطر ما تتوصاش في النظافه، فله من جوه ومن بره. الحكاية يا أختي ملهاش دعوة بالنظافة. امال ايه كل ده من كيس الرمله دي؟ الكعب ده هو مربط الفرس، والرملة دي مبروكة. أول ما تفركي بيها كعب رجلك هتلاقي وشك ده قمر 14 والدم بيبج منه زي النافورة. ماشي، هعمل لك كل اللي انت عايزاه،
المهم البال يرتاح وعيش بقى زي بقيه الناس. الله حي حنتوش منتوش طربوش منفوش. ايه ده انا بدور عليكي في البيت، انت كنت فين؟ تعالي عايزاكي، تعالي. اقعدي. مش انا عرفت جوزك بيهج كل يوم وبيروح فين؟ وليه مش طايقك ولا عايز يخلف منك؟ بيحب رقاصة. لا هو انا بقول لك ده وكحة، بقول لك رقاصة. ما اعرفش يا اختي بينها عامله له عمل ولا ايه. اتقصت وعرفت. مش انا قلت لك هجيب لك قراره واديني جبته عشان تعرفي ان انا جدعه وبوفي بوعدي. رقاصه واسمها رمانه، وتعرفوا من قبل ما يدخل السجن، وبيقولوا يعني ان هم عندهم حكايات بينهم وبين بعض يا اختي ولا الف ليله وليله. ما تخافيش قوي كده يا اختي، هنتصرف. لازم نعمل حاجه ونخلص من البت دي. بس اوعي تقولي لسي خميس اني قلت لك حاجه، ولا ابو سنه ده ينيل عيشتي. انت عارفه ان انا بحبك وخايفه عليكي، وبعدين خير تعمل شر تلقى. انا حققت في اللي انت قلته وعرفت العيال اللي بتلعب من ورانا ويغشوا البضاعه، وعن قريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الامر ما يخصنيش يا معلم نوح. حقك كان لازم اردهولك، ومن هنا ورايح حصتك هتكون قد غيرك مرتين. متاخر اجاوب يا معلم. يعني ايه يا معلم هرله؟ انت نويت تغير الكار ولا ايه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو اخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر واكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. ايه سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بقاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلله وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل، ما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكه تانيه لمصدر تاني غيرك. لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا؟ وقعد مع كبارات السوق وادى كل واحد فيهم حصته بالعدل، والكل قام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح ما تنساش تسلم لي على الوريث. شفاعة! عمرك يا كبير. نفر مننا برضه يا خال. قبل ما اخش السجن كنت حاسب السوق ده حسبة غلط. كنت حاسب اللي يكسب يعني هو الحريف وخلاص. لا 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 لا، الحسبة بقتش كده. اللعبة قلبت جد. والغلطة بقت ضفورة. بس انا مش مطمن يا خميس. عمروتي خد بالك، بصالي اللعبة دي عشان عارف ان انا في ظهري رجالة ورايا عزوة وسند. بس النوح مش هيسكت. احنا كده بناخد اللقمة من بقه، وده كلب وقفش في عظمك، مش هيسيبها بالساهل. وانت لسه قايل الغلطة دلوقتي بفورة. علشان كده يا خال
لازم نعرف اللي بيدور في دماغ النوح، نلغوص جوه افكاره ونجيب مصارين فكره. انا مش فاهم بالظبط انت ناوي على ايه يا خميس؟ انت عامل ايه في الجواز يا خير؟ الله، ايه دخل عيشه في ام الخير؟ ايه اللي جاب الجواز للي احنا عايزينه من نوح؟ الله بطمن عليك، عايز اطمن على الخيل، عايز اعرف تمام ولا لا يا اخويا مش ولا الله. خالك اسد ولا؟ معلوم اسد، عشان كده متجوز ايه؟ الجوازه اللي هي ايه يا فندينا، رسيني انت ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي على السكه اللي اوصل بيها لمصارين النوح. قول لي انك فهمتني. اروح على القهوه اضرب حجرين معسل واقول لك ان انا فهمتك. وراك 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 وراك، مطرح ما تروح وراك. وابتدى المشوار. هسيبك انا بقى تهزيها، قصدي تدوريها يعني في دماغك لغايه لما نشوف حل في البت دي. ما احنا لازم نخلص، خطر. هتوحشيني الشويه دول. خلي بالك من نفسك. ابتدى المشوار. يا خراشي انت على طول نطيت لي كده في وشي. يا عم بقى اتنحنح ولا هبهب؟ هبهب؟ اتنحنح وانا داخل اوضتي يا شوق؟ ان شاء الله وانت خارج من على السرير اتنحنح. انت كنت بتعملي ايه جوه يا بت؟ اهو بنطفي نار بعضينا بكلمتين. حاكم الوحده على الواحده بلا، ربنا لا يوريك اساه. صوابعك مش زي بعضها يا شوق. بس الخمسه في كف واحد يا عيون شوق. والنسوان زي ما انت عارف غلابه وبتستحمل، لكن لما بتزهق بتهج وبتبقى مش عايزه حد يعرف لها طريق جر. طب واللي نفسه يهج معاها بقى يعمل ايه؟ ها؟ يتوب علينا ربنا. دي من عمري يا بكران. انا مش عارفني، انا توت مني كرهني، انا صراحة يا ست مطر انت ايدك فرطة قوي في الفلوس. كنت سيبي لي انا حكاية الفلوس دي انا اتكلم فيها يا اختي. دول عالم ياكلوا مال النبي. مش مهم الفلوس، المهم النتيجة. النتيجة مضمونة 100%. اسأليني أنا مجربة وعارفة. هما يعني حرقين شوية في الفلوس، بس سرهم إيه؟ باتع. يا أختي أنا الفلوس عندي بالكوم، مش عارفة أوديها فين. وبعدين هي يعني الفلوس إيه من غير عيشة؟ ولا أنت شايفة إيه يا سوري؟ عايشة من غير فلوس يا ست مطر زي موت وخراب ديار. شكلك بتحبي الفلوس قوي يا سوريا. الحرمان يا ست مطر ربنا ما يكتبه على حد أبدا. معلش، بس شكلنا كده مش هنختلف. مش هنختلف في إيه يا ست مطر؟ كل بوانا يا جميل. يلا يا أختي يلا. قلت لك مش عايزه اطفح. انت ايه البعيده ما بتفهميش؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب. انت كده هتموتي، هتقعي من طولك. انت ما اكلتيش من امبارح. ماليش نفسي مسدوده مش طايقه الاكل. طب اهدي وبطلي السجاير دي بقى، قطعتي نفسك ونفسي معاكي. انا يعمل فيا كده؟ يقلب الترابيزه في وشي قدام الناس ويقول لي شنب يشيل الزباله دي من هنا. انا زباله يا بيسا؟ انا؟ وهو ايه بقى اسم الله عليه؟ ملاك نازل من السما ناقص له جناحات ويطير؟ هو نسي نفسه هو ايه وبيشتغل في ايه وبيتاجر في ايه وكان في السجن ليه؟ من قهرته وفرسته يا ابله. ده انت قهرتيه، ده انت قعدتي تقولي رمانه رمانه ما بتكدبش ابدا. ولسه وديني لو اوريه هخليه يقول حقي برقبتي، هعرفه مين هي رمانه اللي ما بتكدبش ابدا. والنبي تهدي يا ستي، امان الله عليكي تهدي. انا هروح اعمل لك واحد ليمون. ليمون ايه بس؟ اديني نص ولا حبايه من الهباب اللي انت بتديهولي ده. من عينيا يا ابله، من عينيا الاتنين. يلا انجزي يا منيله. عينيا حاضر يا ابله حاضر.
خدي. بالشفا يا قلبتي. وديني اوريك يا خميس. اتهبلت يا كرامه ولا اتجننتي؟ من امتى وانت بتسالي في حاجات زي كده؟ انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ رقاصه؟ رقصتي ايه؟ انت مين قالك الكلام الفاضي ده؟ اسمعي يا بنت الناس، انا راجل ما بكرهش في حياتي قد السين والجيم، وبيطلبوا معايا عكنانه وقله مزاج، فقصري في ليلتك. اسيبك ليه؟ لا اله الا الله، اسيبك ليه؟ انت عملتي لي ايه وحش عشان اسيبك؟ ولا انا بقى راجل مفتري ووحش بقى؟ مفتري انا؟ امال في ايه؟ ما لو فضلتي على قلقك ده هيخرب عليكي ويخليني اسيبك. اسيبك يا كرامه؟ اسيبك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب خلاص نكن بقى كده ونهدى ونقعد في اوضتنا متستتين وهوانم، وبلاش نسيب حد ينخور في دماغنا وما نسمعش من حد. يتوب علينا ربنا. يعني ايه يا باشا؟ يعني اللي سمعته يا نوح. ايوه بس سعادتك كده بتهز صورتي في السوق يا باشا. ولا هز صورتك ولا حاجة، انت بتدفع تمن اللي بيعمله ابنك. الله، وهو كان ابني عمل ايه بس يا باشا؟ واذا كان على غلطته مع خميس احنا دفعنا ثمنها نص المصلحه اللي فاتت، واكتر من كده يبقى كتير قوي يا باشا. الكتير والقليل مش انت اللي تحدده يا نوح. انا كان عشمي بيبص لي شويه يا باشا. انا اديتك بدل الفرصه 10 وانت ما عرفتش تستغلها كويس. يا باشا انا كان املي كبير قوي في المصلحه دي، ومع عليك عشمتني ان انا هشيل لوحدي. حكم السوق كده يا نوح. عامل لك ايه؟ وقلتها لك 100 مره قبل كده. مش انا قايل لك انها ما بتدومش لحد؟ ما سمعتش كلامي. رحت اديت الشغل لابنك وقعدك فيه. يا باشا يا براء قفش السوق وشفر كل ابوابه، وقدر في كام سنه يبقى كبير. وشغلانه بير السلم عمل فيها ايه؟ ده كل يوم بيتاخد منكم زبون. يا راجل ده البرشامه اللي احنا بنجيبها ب 10 جنيه بتتاخد منكم وتطحن وتتخلط وتتباع ب 100 جنيه، وابنك فرحان بكلمه يا معلم، وكل المكسب بيروح لغيركم. لا ما انا اتصرفت يا باشا وصفيت العيال دي، وبرضه انا محسوبك يا باشا. عشان كده انا قلت لك تيجي هنا يا نوح عشان نتكلم. خلي بالك يا نوح ولم ابنك بدل ما تلاقي نفسك بره اللعبه. انت فين؟ هو انت كل مرة تقطعني كده؟ ايوه انا جوه من بدري. طب يلا مستنياك. البت دي شكلها كده فاتحه على الرابع ومش هاممها حد. وهيهمها مين يعني؟ دي من الاخر. من الاخر ولا من الاول؟ هتطلع مين يعني ولا بنت مين؟ سيبك منها، دي مش قدها. وانا احب كده، اجي كده في الروقان الف لي سجارتين، اشرب لي كاسين، بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذة يا برنس. ثانية واحدة، في إيه يا ابني؟ مش قلت تسيبوني شوية؟ اروق دماغي شوية لوحدي. في حد بره عايز يقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفلي انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدقي بالله انا قلبي حاسس انك جايه قصدي يعني اني مش هون عليكي. ايوه بس انا ليا عندك حق عرض. انت حقك مردود تالت ومتلت وبأي تمن. رمانة ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجاله. رمانة ما يوزنهاش الا راجل يسند ظهرها لاجل ما يملى عينيها. اهل قرن قالوا ادي الجمال وادي الجمال. انت جيت لي وقصد افندينا، بس برضه غاوي، والغاوي ينقط. وقلت اني معاك هكسب فوق ما انت متخيله. واديني جيت اهو عشان نتفق. وماله نتفق،
بس قبل ما نتفق، في بقين عايزك تسمعيهم، عشان انا احب الشغل يبقى على نور حتى لو سكته ضلمه. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاكي الدنيئه وصور لك انه ينفع انك تشتغليني، ويبقى اخر الحوار ده انك تسلميني الافندينا، تبقى خطتي عتبة قبرك وحفرتيه بايديكي. يبقى انت بتحمرق ومش قد كلامك. اما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنية صافية ونظيفة ومش متعصى غدر، تبقى حطيت رجلك على سلالم الجنة وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعد بايديك يا رمانة. بقولك ايه يا براءة، انت شكلك كده مش مطمن. خلاص لو مش مطمن بلاها، ونشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، بس تطلعني من نافوخك خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بت اقعدي، ايه القفش اللي انت فيه ده؟ اهدي شوية، الكلام اخده وعطا. وانا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحدة ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعة كده. ربنا يكفيك شر كسرة القلب. والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خلاني اسن ضوافري على الاخر. سلامة قلبك يا رمانة. يبقى نبدأ. طب مش نسمي الاول؟ بسم الله الله اكبر. صباح الفل يا ست مطر، ايه الحلاوه دي كلها؟ تلم يا بيت. والنبي قمر وقشطه. قوليلي استحميتي بالزيت ولا لا؟ بقولك ايه يا بت يا سوري؟ نعم. هو انت لما كنتي بتتجسسي علينا لصالح الحكومه كنتي بتاخدي كام؟ ايه لازمته بس الكلام ده يا ست مطر؟ ما احنا خلاص بقى تبنا الى الله. انا بسأل بس يعني. عادي يعني، هي الحكومه دي بتدفع حاجه؟ اسمعي يا سوريا، احنا ولاية زي بعض وغلابه، وتيجي شايفه عيشتنا في البيت ده محدش ضامن حاجه، وانت عارفه انا نجيتك من الموت قبل كده، يعني ليا في رقبتك جميله. والنبي شايلها العمر كله يا ست مطر. يعني يا بت لو طلبت منك حاجه تعمليها؟ طبعا، ودي عايزه كلام. امور انت بس. ماشي، وانت معايا تكسبي كتير قوي. كام يعني؟ تاخدوا مراتنا يا ولدي يا وهالقلب. دل على السلامة دل على السلامة يا عم خميس. الدنيا الله يسلمكم يا رجالة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي كان قاهرني وكمان مستصغرين وكمان مستصغرين، وانا اللي كان كاسرني اللي كان قاهرني ويستقلوا بيا وكمان مستصغرين كمان بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اخويا، شفت عفريت؟ انصرفي. انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ تعالى بص على نفسك في المرايه. مراية ايه اللي عايزه تبصصيني فيها كل شويه دي؟ انت عامله ايه في المرايه دي يا بت؟ عايزك في كلمتين. مرايه شو؟ وانا كل ما افتح باب الاقيكي حاضره؟ يا اخويا وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. بتوحوش اما توطي حسك كده. اصل من ساعه ما رميت الكلمه اياها في عيبني وانا مش عارفه اتلم على نفسي. والنبي قرصني كده احسن اكون بحلم. ما تلمي الدور يا بت، لمي الدور شويه الكلام ده. اي يعني انت كنت تقصد لما قلت لي عايز تهج؟ انا قلت كده. ولامي معرفش، يبقى سالي الحاجه. فسحي سكه يا بت، فسحي يا بت سكه ورا. يا عم انا فسحها اهو. فسحي يا بت ورا بدل ما تطب علينا اللي ما بترحمش. لو النبي قلتي فسحي. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها يا رب. يتوب علينا ربنا.
اللي كان كسرني بيستقلوا بيا وكمان مستصغرني، كمان مستصغرني. كرومه بدران، يا استاذ بدران. خلي بالي ايه انت يا أستاذ بدران. ما بتتكلمش كتير. ايوه خير خير، مالك اهدي. تعالى شوف النسيبه السوداء اللي وقعت فيها. ايه الحكومه كبست عليكي تاني؟ بس عليك السيره دي تيجي على الصبح كده على الريق تف من بقك. امال ايه اللي جايب قرار على هنا؟ بنت من البنات اللي عندي، بس دي غير البنات، دي بتجيلي دليفري. ايه الموتوسيكل بتاعها اتسرق؟ بس عليك يا استاذ بالذمه ده وقته. لا بعتها للدكتور بتاعنا الدليفري، اصلها حبلت قلت يسقطها. لسه يا دوب هيبدا الحكومه كبست عليهم اخدتهم سره واحده. هو انت ما يجيش من وراكي الا البلاوي؟ انا ليا غيرك يا بدران. بس انا دلوقتي ورايا مواعيد مهمه. مش اهم من البت اللي مستنياك تمد لها ايدك وتنقذها يا بدران، الحقني. هات ارجع على المكتب، ما تنساش تجيب البطاطايه بتاعت العشاء. يلا بينا. عشان كده يا علي مهم جدا نعرف الست اللي بيروح لها الستات دول. انت مش مفروض عملت عنها تحريات؟ اسمها حنتومه. حقيقي حنتومه، وشغاله في السحر والدجل والشعوذه والكلام الفاضي اللي سعادتك عارفه ده. طب ما ده هايل جدا كمان. الست دي بقى لازم نلاقي لها سكه نخش لها منها، لان لو عرفنا الستات دول بيروحوا للست دي ليه هنعرف حاجات كتير قوي عنها. وممكن في الحاله دي كمان ادخل. تمام يا باشا. خير. في واحد بره عايز يقابل سعادتك. ما قالش اسمه ايه يا ابني؟ الباشمهندس عبد العزيز ريان. عبد العزيز ريان؟ ده ابو الواد شادي بتاع حمله الفيلا. قول له ادخل. تحت امرك يا فندم. اتفضل يا باشمهندس. اسمها ايه؟ حنتومه. تومه. انا اسف يا ياسر بيه، بس كان لازم اجي لك. اهلا وسهلا يا باشمهندس، اتفضل. انا اسف بس ابني في خطر ومحتاج مساعدتك. معاه استاذ عايز يخمر شويه. يلا. ده عمروتي طلب يقابلني النهارده. اكيد عايز يرغي بقى ويلوك في الفرشه اللي فرشتها في السوق. بس خلي بالك يا ابو جمعه، ده كده مكسبنا اقل من تعبنا. بص لقدام يا خال، بص لقدام، احنا لسه في الاول. برضه احنا شرعانين للمكسب، وبعدين العمروف ده مش مضمون. خميس عنده حق، مكسب السوق اهم من الزياده اللي خسرناها، والنوح مش هيسكت، هيعمل اي حاجه علشان يرجع تاني. البضاعه دي عشان نبلع بيها السوق لازم تاخد ختم المزاج، والسكه مفتوحه. الناس زهقانه وكفرانه وعايشين في غلب برضه. فالنفر لو هيشتري الحبايه دي وهو متاكد انها هتخرجه من العالم والغم ده وتحطه في جو احلى، هياخدها بمزاج. صح ولا لا؟ هياخدها بمزاج، واللي يتاخد بمزاج عالي الجوده لا يمكن حد يسلاه. ولا يا حاجه؟ طمنتني يا حبيبي. إلهي يحرسك، إلهي يرزقك كمان وكمان. بركة فيك يا عسل. خدت الدواء؟ خدته يا حبيبي. ربنا ما يحرمكم من بعض ودي المحبه بيننا يا رب. امين يا رب. دوق. دي خلطه جديده؟ حلو، بس ما تخمرهاش زياده، خلاص كفايه كده. لو جهاتك يا فندينا. انا عملت بنصيحتك وجبته لنا المصحه عشان يتعالج. كان كويس قوي في الاول، وفي ليله جت له ازمه ما بقاش قادر ياخد نفسه، كان هيروح فيها. حطوه على جهاز التنفس لحد ما فاق. الدكاتره قالوا ايه؟ قالوا ان دي اعراض صحيه، ده معناه ان سموم الحبوب بتخرج من الجسم. طب ما ده شيء كويس، معنى كده انه ابتدى يستجيب وهيبطل. المصيبه انه في ليله تانية الممرضه لقت معاه شريط ترامادول كان مخبيه، بس ايديها ورجليها علشان ما تقولش، رفضت. صار عليها وضربها وكان هيموتها. الشريط ده جاله منين؟ معرفش، لكن المشكله بدات تجيله نوبات صرع، وانا خايف انه يوصل لمرحله التفكير في الانتحار. مش مهندس، اشمعنى فكرت فيا دلوقتي؟ عشان الاتفاق اللي بينا. قلت يمكن لما يشوفك يخاف منك ويعمل لك حساب ويستجيب للعلاج.
ازيك يا شادي؟ ايه؟ تحاول تفتكرني؟ انت ايه اللي جابك؟ هتصدقني لو قلت لك اني جاي اطمن عليك؟ طمن عليا ولا تلبسني تهمة تاني؟ بابا جالك كنت اتفق معاك مش كده؟ شادي، انت عارف انا ليه سبتك يومها؟ عشان حسيتك غير العيال اللي اتقبض عليهم دول كلهم. حسيتك موجود من باب الفراغ او من باب التفاريح، لكن اللي صدمني بجد اني اكتشفت انك شبههم قوي. انتوا ليه مش قادرين تصدقوا اني حاولت ابطل واني بكره نفسي وانا باخد؟ ورجعت له ليه؟ رجعت له ليه؟ عشان كنت هموت. حسيت ان روحي بتنسحب مني وقلبي هيقف ونفسي مكتوم. كان لازم اخد حبايه واتنين عشان ما اموتش. شايف بقى ان الحل انك تستمر في الحكايه دي على طول، مش كده؟ بدل ما اوصل للمحطه اللي بعديها اسرق ابويا عشان يجيب اللي يعوضني. وايه بقى هي المحطه اللي بعديها؟ انا لو ما لقيتش ترامادول مفيش حاجه ممكن تظبط دماغي، والبديل الوحيد اللي مستنيني الهيروين. يا نهار اسود، هيروين؟ هيروين يا شادي؟ انا هخش اقرا المحضر واحاول اشوف لها سكه اخرجها بيها قبل ما يرحلوا على النيابه. ايوه ينوبك ثواب. بس الحكايه دي فيها قرشينات زياده يا مساميه. مش مشكله، كله على حسابهم وكله على النوت. اسمها ايه؟ هي اللي مرميه هناك دي، شوف مكلبشينها ازاي كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟